مع الصراع اللي حاصل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، نادي الهلال والمريخ اضطروا يشاركوا في الدوري الموريتاني بشكل رسمي بعد ما توقف النشاط الرياضي في البلد. من ابريل 2023 الحرب شغاله بين الجيش بقياده الفريق اول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقياده الفريق محمد حمدان دقلو، ونتيجه الحرب دي سقط فيها عشرات الالاف من القتلى. موسم 2022 2023 في كره القدم ما اكتملش بسبب الحرب اللي مستمره، واتحاد كره القدم هناك اعلن بعد كده ان الانديه اللي هتمثل السودان في البطولات الافريقيه 2023 2024 هتكون حسب ترتيب الدوري قبل ما يتوقف. فشارك الهلال والمريخ في دوري ابطال افريقيا. وبسبب توقف النشاط الكروي قرر الهلال والمريخ يشاركوا في الدوري الموريتاني بعد ما تقارير كتيره اشارت انهم كانوا قريبين جدا من المشاركه في الدوري التنزاني. الهلال والمريخ هيدشنوا مشوارهم في الدوري الموريتاني من الجوله الثانيه بعد ما تاجلت مباراتهم في الاسبوع الاول بسبب دوري الابطال، والهلال قدر يوصل لمرحله المجموعات لكن المريخ خرج من البطوله. اذا تصدر فريق سوداني للترتيب النهائي في الدوري الموريتاني ده مش معناه انه هيكسب البطوله، اللقب هيروح للنادي الموريتاني اللي جمع اعلى نقاط، وده علشان الهلال والمريخ يفضلوا في اجواء المنافسه بس. مباراه الهلال الاولى هتكون ضد انتر نواكشوط يوم الخميس اللي جاي، بينما المريخ هيلعب ضد الدرك الوطني يوم الجمعه، والديربي الشهير بينهم هيكون في الجولتين الرابعه وال19.